السلام عليكم. احنا خلصنا قبل كده السوليد برنسبل. تمام. فاحنا ان شاء الله هنبدا في اكزام باتر. تمام. فاكزام باتر بتتقسم لثلاث حاجات. تمام. وهما كرييشنال او ستراكشر او بيهيفير. تمام. يعني ايه اساسا زام باترن وايه اهميتها وليه هبقى عايز استخدمها؟ آه وايه الفرق ما بين الكريشنال والستراكشر والبيهيفير؟ تمام. هنتكلم عن زام باترن بشكل عام في الاول. طيب هدف الزام باترن ان الكود بتاعي بشكل عام يكون متقسم صح، سهل ان اي حد يقرا الكود ده، او انا فيما بعد عايز اعدل على الكود ده يكون تعديل بسيط. ثانيا ابقى ضامن ان الكود شغال بطريقه كويسه جدا في البرفورمانس بتاعه، مش مكتوب سباكيتي علشان خاطر لو حصل مشكله اتوه وسط الكود انهي ملف هو اللي ضرب ولا انهي جزء هو اللي باظ. غير كده ان كمان بيقسم الخصوصيه بتاعه الكود. تمام. ان الجزئيه دي مثلا لا خلاص الجزئيه دي ما تتعدلش تاني، الجزئيه دي تتعدل. الجزئيه دي مثلا ستاتيك، الجزئيه دي مثلا لا ينفع يتعدل عليها، كل الكلام ده. تمام. فخلينا مثلا نبدا بالتفاصيل كده بتاعه الزام باترن. تمام. زي ما قلت يتقسم لثلاث انواع. اول نوع هو النوع زي ما تقول كده الانشائي. تمام. ان انا بستخدم طرق جديده او طرق معينه في ان انا ابني الاوبجكت. تمام. انا مثلا لو افترضنا ان انا عندي اوبجكت مثلا كبير شويه. تمام. او كلاس كبير شويه. فانا دلوقتي لا هبقى عايز اقسم الكلاس ده لكذا كلاس. تمام. او لطرق معينه، بحيث يوم ما انا اجي ابني الكلاس ده يكون البناء بتاعه سهل، او ابني الاوبجكت ده من الكلاس يكون البناء بتاعه سهل. ما اضطرش ان انا ابعت مثلا للكونستراكتور 100 صفه، او ان انا مثلا اخزن مليون حاجه فيه عشان خاطر ايه يشتغل. تمام. دي حاجة. تاني حاجة أغلب أنواع الكريشنال هتبقى بنفس الطريقة. تمام. لكن مش بالمعنى الحرفي، ولكن بتبقى بنفس الفكرة إن أنا إزاي أبني الأوبجكت ده. تمام. أنواع التانية اللي هي الاستراكشر. تمام. كل هدفها إن يكون الكود بتاعي متقسم بطريقة كويسة، إن أنا أقدر أجت أو أست أي حاجة بشكل بسيط. الكود البيهيفير بتاعه اسمه الكود غير ان هو متقسم، ان الخصوصيات بتاعت الحاجات، يعني مثلا علشان خاطر اضيف او اعدل في بروبرتي معينه لازم اعدي على حاجه معينه هي اللي تعدل لي في البروبرتي دي. ما ينفعش ان انا اكسس البروبرتي بشكل مباشر. تمام. وكل الكلام ده. غير كده برضو انا هيبقى عندي البيهيفير، والبيهيفير دي بتتكلم على البيهيفير بشكل عام. يعني ما ينفعش مثلا نقدر نقول عليها مثال معين يوصفها، لان كل حاجه فيها بتبقى مختلفه، ولكن هي بتعبر عن البيهيفير بتاع الكلاس، انه يفضل يحافظ على البيهيفير بتاعه او يبيهيف بطريقه معينه. تمام كده. طيب خلينا مثلا نبدا بطريقه مبسطه، واول حاجه نبدا بالكريشنال بحيث ان هي تبقى ابسط حاجه. هنبدا بالبيلدر. تمام. يعني ايه البيلدر وايه هدفه وليه بستخدمه، كل الكلام ده. تمام. خلينا اول حاجه نعمل اليوزنج نيم سبيس. احنا هنشتغل على البيلدر فهنكتم. لا احنا مش يوزنج نيم سبيس، سوري، احنا يوزنج هنا system دوت كونسول. ماشي static system دوت كونسول. تمام. نيم سبيس بيلدر. تمام. وبعد كده هضيف الكلاس بتاعي مين بروجرام. تمام كده. طيب خلينا نشيل بقى كل الكلام ده. المهم نيجي دلوقتي لتفصيله مهمه. تمام كده. انا دلوقتي في السي شارب بشكل عام انا عندي في كذا كلاس بيلدر، يعني معمول هو تخصصه تخصص بيلدر. تمام. زي ايه؟ زي مثلا حاجه عندي اسمها سترينج بيلدر، زي كده مثلا var builder equal string builder. تمام. خلاص. تمام. طيب ايه السترينج بيلدر ده؟ السترينج بيلدر هو باختصار شديد هو بيبني سترينج. تمام.
فتعالوا مثلا نفترض ان انا دلوقتي عندي وليكن HTML، تمام. انا عايز اطلع الشكل بتاعه، يعني بحيث مثلا ان التاجات بتاعت ال HTML تكون مرصوصه بشكل معين. يعني خلينا مثلا نعمل كومنت كده، بلوك كومنت مثلا، وهقول والله ان انا عايز اعمل تاجة اليو ال، تمام. تحتها بمسافه شويه يبقى في تاجة ال اي، مثلا ايتم 1 بالمنظر ده. مثلا هنا تاني ايتم 2، وبعد كده ايه قفلت التاجة بتاعت اليو ال، بحيث ان هو ايه يكون الشكل الى حد ما متنظم بنفس الطريقه دي، تمام كده. وممكن كمان ان احنا يعني كنا نيجي هنا نعمل دي تابة ونديها دي كده تابة، تمام، بحيث ان برضو الموضوع يكون كل واحد واخد تابة بشكل معين عشان خاطر يبقى الاستراكشر بتاع الكود منظم، ولكن مش هيفرق يعني بغض النظر عن الشكل بتاعه، تمام كده. فانا دلوقتي علشان خاطر اعمل الشكل ده، انا يعني هضطر ان انا اقول مثلا ايه دلوقتي، ان انا اقول والله builder دوت append ul، تمام كده. ان انا خلاص دلوقتي حطيت اول حاجه append line عشان خاطر ينزل سطر، وبعد كده هقول له والله ان انت هتاخد مسافه بعد كده ال اي. طيب بعد كده هتقول لي مسافه اكبر ايتم 1، بعد كده ترجع لنفس المسافه قفله التاجه ال اي، ايتم 2 قفله ال اي، قفله اليو ال، تمام. بحيث ان انا يوم ما اجي اقول رايت لاين البيلدر، تمام، هيروح هو ايه طبيعي لي الشكل اللي هو زي كأن البريتير بتاع مثلا فيجوال ستوديو كود او حاجه زي كده هو اللي بيشتغل، تمام. بيطبعها لي بنفس المنظر ده، وهو كده الراجل اشتغل زي الفل وتمام جدا وما عنديش اي مشكله معاه، تمام. ولكن الطريقه دي اولا طريقه مش efficient، فكره ان انا اللي بكتب المسافات بايدي، تمام، دي نقطه. تاني نقطه فكره اللي هو انا عايز اطبع كل تاجة بالشكل بتاعها بالمنظر ده، فطبعا برضه دي طريقه مش efficient. ممكن مثلا نعمل طريقه الى حد ما هي برضه مش efficient، ولكن ممكن توفر شويه في الكود ده. ان انا والله هعمل var مثلا string array، او نسميها ايه مثلا list item، ماشي خليها list item بنفس المنظر ده، تمام. وبعد كده هعمل for each، بس ممكن نعمل for each تحت ال ul هنا. نعمل for each الايتم، وانا كده هبند الايتم بشكل عام، وممكن امسح لحد السطر ده، تمام. وكده انا ايه ظبطت الدنيا. بس برضو لازلت اعاني شويه في حته الايه المسافات، فنضطر مثلا نيجي هنا هقول له والله انا دلوقتي عايز اعمل حته المسافات، بس ازاي انا اهندل حته المسافات بالمنظر ده؟ هل انا هبقى اقول له مثلا الايتم الاول هتاخد مسافه تاني كذا، مسافه تاني كذا، مسافه تاني كذا؟ لا، هو نظريا احنا مضطرين ان احنا نستغل تري، تمام، علشان ابقى عارف الدبس بتاع الشايلد ده، وبناء عليه ان انا هقول له اطبع مثلا مسافتين قبلها او 3 مسافات قبلها، تمام. فيعني المفروض مثلا كنت اعمل ايه هنا كنت اقول مثلا var list tree، حلو. واقول مثلا ان هي هتساوي ايه مثلا، خلينا نقول ان هي هتساوي new list من list tree list string. هي كده نظريا هي مش تري، احنا كده عشان تري نضطر نعملها في كلاس بره. طيب عامة يعني هي مش هتعمل هنا، لازم تعمل في كلاس بره، فكده هنعملها في كلاس بره، تمام، بالمره يعني. فعشان خاطر بس ايه اظبط حته المسافات دي، تمام، ان هي تكون ايه دايما مظبوطه بغض النظر عن شكل ال HTML اللي هيطلع، تمام. ان انا ببعت له الدبس بتاع تلقائي هو بيتارجت الدبس بتاع الليست، وبناء عليه بيحط المسافات من نفسه، تمام كده. طيب فخلينا دلوقتي يعني الطريقه دي برغم ان هي الى حد ما موفره ولكن مش efficient، تمام. فخلينا نبدا ايه ان احنا نعمل الطريقه بقى اللي هي باستخدام البيلدر، تمام. اول حاجه هعمل كلاس مثلا نسميه HTML، لا مش builder، HTML element، تمام. في tag name وفي الكونتنت وفي
لا مش كده، انا مش عايزه بالمنظر ده. لا مش عايز بالمنظر ده. احنا هنا هنضيف HTML. ماشي، لا هو تمام يعني اعتقد يمشي، يمشي كده حاليا. بس احنا هنضيف بس زيادة عليه، ان انا هقول له public list من ال HTML element. تمام كده، اللي هو ده الجزء بقى بتاع التري، اللي هو والله ده التاجة دي ممكن يكون عندها children. تمام كده. طيب فهنا المفروض هيبقى عندي فانكشن اللي هي بتاعه الاد، ولكن مش هتفرق قوي لان انا كده كده ايه هترجتها من بره. انا مش الهدف بتاعي ان انا اشرح الفكره العامه بتاعه ازاي بتعامل مع تري قد بس ما انا يعني افهم الغرض بتاع البيلدر. تمام كده. طيب في تو سترينج دي عايزين نغيرها عشان خاطر تعرف تطبع الشكل المعين بتاع اسمه ايه ده، البيلد يعني بتاع ال HTML، اللي هو عشان يطبع كذا في النهايه بنفس المنظر ده وبشكل مظبوط من غير ما انا احتاج ان انا اعدل في الكود او حاجه زي كده. احنا ممكن نعمل مثلا هنا كونست public const int سوري and in size مثلا ماشي 4 كويس. ممكن نقللها عن 4 بس خليها مثلا ماشي، خليها 4، خليها 4 دي بس المسافات. يعني أنا بقول مثلا في المرة الواحدة 4 مسافات يعني من هنا وهنا الحتة دي، يعني مش أزمة عامة دلوقتي. طيب بعد كده هنعمل هنا الفانكشن اللي هي بتاعت تو سترينج مثلا نسميها برضو implementation او امبل بس. هتاخد الانت اندنت لا الدبس. تمام، نعدلها كده. تمام، تعال نفهم دلوقتي ايه اللي بيحصل حاليا. تمام، المفروض الفانكشن دي شغاله ريكيرجن. تمام، ليه شغاله ريكيرجن؟ عشان خاطر الله اعلم هي هتمشي لحد فين جوه وهتطلع لحد فين جوه. تمام، انا ما اعرفش عندي كام شايلد، ما اعرفش ال3 دي هيبقى شكلها عامل ازاي، فلازم هي تكون تشتغل بنظام ريكيرجن. تمام كده. طيب اول حاجه بنعمل ايه؟ ان انا هعمل سترينج بيلدر. تمام، برغم ان احنا كنا ممكن نستغنى عن السترينج بيلدر ونعمل طريقه خاصه بينا، ولكن خلينا نشتغل عادي بالسترينج بيلدر، مش هيضرر يعني معانا. تمام، بعد كده بحسب المسافات. بحسب المسافات ازاي؟ والله بناء على الدبس بتاع التري. تمام، اضربه في عدد المسافات عشان خاطر زي ما اتكلمنا ان انا مثلا عايز هنا يكون ما بين البيرنت والشايلد مثلا بدل ما هي انا عامل هنا مسافه واحده. تمام، هو عايز مثلا نعملها لا 4 مسافات، بحيث ان هنا بيبقى بدل مثلا ما هي مسافه واحده لا تبقى مثلا اضربها يعني هنا تبقى 4 وهنا تبقى 4 يبقى 8 مسافات مثلا، يعني ما بين اليو ال وما بين الايتم. تمام كده. طيب فهو هنا اول حاجه بيعملها ان هو بيحسب المسافات. ماشي، بيقول الدبس بتاع التري والاندنت سايز. تمام كده، اللي انا مثبته فوق اللي هو ب4. حلو الكلام. طيب بعد كده والله هو ايه هيعمل امبلمنت للتاج نيم. ماشي كده، اللي هو حاجه زي اليو ال. عملنا التاج دي. تمام، حطيت قبلها المسافات لو كان في مسافات. سوري، هنا لو كان في مسافات انا حطيت المسافات، لو ما كانش في مسافات يبقى انا ايه هحط التاج نيم بشكل مباشر لان دي هي البيرنت بتاعي. تمام كده. طيب بعد كده بسأل عن الكونتنت، والله هل الكونتنت ده موجود ولا لا. تمام، لو موجود يبقى انت ايه حط على طول اسمه ده الكونتنت وحط قبل المسافات. بس هو هنا زود مسافات من عنده، احنا ممكن نشيل المسافات اللي هو زودها وعادي نبقى نشوف الشكل يعني بعد كده، لو ما عجبناش ممكن نعدل، مش موضوع. طيب تمام، وبعد كده بقول له والله لف على الشايلد. هل انت كإليمنت عندك شايلدز؟ تمام، لو عندك شايلدز يبقى انت على الفانكشن دي تاني. تمام، بس زود الدبس بواحد بحيث ان الشايلد بتوعك يطبعوا. يعني هنا مثلا انا بتكلم عن اليو ال. تمام، اليو ال عندها شايلد عندها 2 شايلد ال اي وال اي. تمام كده، فهي دلوقتي هتعمل ايه؟ هتاخد ال اي الاول. تمام، هتروح تدخل تبدا تنفذ الفانكشن دي من الاول. اول حاجه هتروح حاسبه الدبس، وبعد كده تروح طابعه المسافات وتطبع ال اي. ادي اول تاجه. تمام، طيب بعد كده هتخش جوه الكونتنت. هل في كونتنت؟ في كونتنت. تمام، اللي هو بتاع الايتم 1. تمام كده.
هيطبع الايتم 1. هو حط هنا المسافات بتاعت الكونتنت، ماشي خلي المسافات في الكونتنت، تمام خلي المسافات في الكونتنت. عشان يبقى الفرق، عشان يبقى الليست ايتم ما يبقاش تحت يعني ما يبقاش كده، لا يعني هو عايزه خليه كده. تمام. طيب فهو دلوقتي حط الكونتنت، تمام، وفي نفس الوقت راح بس خلاص طبع الكونتنت. يجي هنا يبص على الشيلدرن، هل الليست دي ليها شيلدرن؟ لا هي ملهاش شيلدرن، مفيش حاجه تحتها خلاص. فخلاص هو كده ايه مش هيخش، وهيروح قافل التاجه بنفس المنظر ده، تمام، ويرجع لليو ال تاني. خلاص بقى ان هو عملت ريتيرن، وهرجع بقى لليو ال، تمام كده. طيب تيجي اليو ال هتروح عامله ايه؟ ابند للشايلد، يعني انا عملت ابند لاين للشايلد بشكل كام، تمام كده. وخلاص انا ديني ظبطت الشايلد بتاعه وكل الكلام ده. طيب بعد كده نخش على الفور اتش تاني الشيلدرن، هجيب الشايلد التاني اللي هو ال اي ده، هعمل فيه نفس البروسيس. وبعد ما اخلص هروح طابع القفل بتاع التاج نيم اللي هي كانت اليو ال في البدايه. وبعد كده ايه، خلاص هروح اعمل ريتيرن للسترنج ده، تمام كده. فكده هو دلوقتي الفانكشن دي بقت قادره ان هي تطبع بشكل مباشر الليست دي وبشكل دايناميك، والله بغض النظر عن الشكل بتاعها هي تقدر تتعامل معاه، تمام كده. طيب فاحنا دلوقتي عايزين بقى نغير التو سترينج دي، هنخليها تنده على التو سترينج امبلمنتيشن وتبعت لها زيرو، احنا لسه في البدايه خالص، تمام. وهي بعد كده تنده الفانكشن دي والريتيرن بتاعها تعمل له الريتيرن بتاع التو سترينج، تمام كده. طيب نيجي بعد كده هنعمل بقى الكلاس التاني اللي هو بتاع البيلدر نفسه. يعني احنا حاليا عملنا ال HTML الاليمنت، احنا كده بنتكلم على عنصر، تمام. احنا عايزين بقى نبيلد العنصر ده، فنعمل ايه بقى في البيلد؟ ان انا والله بقول له ان انا عندي ادي ال HTML روت اللي هو اول تاجه خالص عندي. مثلا احنا في الحاله اللي احنا فيها بنتكلم على ان اليو ال هي اول تاجه عندي، ممكن مثلا في حاله تاني يكون البودي مثلا هو اول تاجه، او مثلا ال HTML نفسها هي اول تاجه، وات ايفر يعني مش هتفرق معنا، تمام كده. طيب بعد كده احنا هنعمل ادي الكونستراكتور بتاعنا، هيحط الروت نيم وهيحط هيعمل اتش ام ال element، يعني هيقول له إيه؟ ان انا ما عنديش كونتنت ليها، زي مثلا اليو ال نظريا ما لهاش كونتنت. اليو ال ليها شايلد بس ما لهاش كونتنت، تمام كده. بعد كده بقول له ضيف لي شايلد في الاتش تي ام ال للاتش تي ام ال element ده، فهو هيضيف شايلد بنفس المنظر ده، تمام. وكده احنا ايه، ضفنا كل حاجه، تمام. وبعد كده لما اقول له تو سترينج هيقول لي والله هينفذ روت دوت تو سترينج، فيرجع ينفذ الفانكشن دي، ومن الفانكشن ده هيروح منفذ دي، وهكذا، تمام. طيب خلينا ننفذ الكود ده نشوف ازاي هيشتغل، تمام. خلي الكود ده زي ما هو اللي فوق عشان بس يبقى في فرق ما بينهم. وبعد كده هقول والله var html equal خلينا مثلا var ul equal new HTML builder، وهبعت له باي ديفولت ان هو يو ال، تمام كده. طيب بعد كده هقول له والله هتلف على نفس الليست اللي هي احنا عاملينها دي، تمام. ما هتضيف العناصر بس، هتعمل اد شايلد بالمنظر ده، مش هنعمل كل الزيطه دي، تمام. طيب بعد ما انا ضفت الشايلدز بتوعي، فاجي اقول له ايه دلوقتي، والشايلد هيتضاف اللي هو ال اي، انا كتبت اسم التاجه بس مش محتاج ان انا اكتب التفاصيل والسبيسز وبتاع والكلام ده كله، تمام. وبعد كده هقول له ايه اطبع لي الشال ده، فنيجي نقول هنا رايت لاين ال يو ال دوت تو سترينج، تمام. خلينا ممكن نطبع مثلا هنا زي سطر يفرق، تمام. ادي الشكل اللي هو احنا عملناه بشكل يدوي، وادي الشكل بيزد على ان احنا خلاص قفلنا التاجات بتاعتنا. هو ممكن هنا عشان عمل حاجه اللي هي فكره ان قفله التاجه هو كان عاملها append line، لا احنا مش محتاجين ان قفله التاجه تكون append line، تمام. ليه؟ لان احنا كده كده بنعمل دي في سطر لوحدها يعني. خلص.
عارف ماله واقف ليه كده. كلين. تمام. هو كده ايه، طبعها بالشكل المظبوط من غير اي زيادات. تمام. وفي نفس الوقت لو انا بقى عايز اعمل نستد مثلا او حاجه زي كده، بدل مثلا ما انا كنت بتكلم ان انا يو ال، لا والله مثلا انا هعملها بادي. تمام. وهقول له مثلا اول حاجه ان انت تعمل لي خلينا مثلا نغير دي، خلاص نخليها بادي. تمام. والبادي ده مثلا هقول له ان انت نعمل مثلا اتش تي ام ال بيلدر تاني. لا بيلدر. تمام. نيو اتش تي ام ال بيلدر اليو ال. لا مش ببعت له السترنج امتي، هو تلقائي بيحطها. تمام كده. واضيف خلاص اليو ال بتاعتي، وممكن نكرر دي مثلا تاني، بس نعمل مثلا يو ال 2. وهنا برضو زي ما هي يو ال وكل الكلام ده. ممكن مثلا نعمل ليست تاني من هنا، اللي هي مثلا ليست 2، ويبقى عندي هنا ايتم 3 ايتم 4 بالمنظر ده. واجي هنا في الاخر اقول له والله هتعمل لي بودي دوت اد شايلد كذا، وبودي دوت اد شايلد كذا. تمام. يعني انا ضفت الاثنين معايا. وايه لما اجي هنا هقول له والله اعمل لي البودي دوت تو سترينج بدل اليو ال دوت تو سترينج، هلاقي الايه هيطبع لي ايتم 1 وايتم 1 عشان انا غلطت فيها دي. يو ال 2 وهنا ليست 2 عشان يبقى الكلام مظبوط بس. تمام. هلاقي ادي البودي حلو اتحط فيه اول يو ال. تمام. وبعد كده ماشي، هو هنا ممكن في حاجة حصلت غلط، ثواني كده. ممكن هو في الابند بتاعه يو ال 2 دوت تو سترينج، ادي اليو ال الاولى، وهنا حط قفلة زيادة لليو ال، وهنا ادي اليو ال التانية وبرضه حط قفلة زيادة لليو ال. ماشي. هو عامة دي ممكن تكون حصل يعني اللخبطه في الكود، بس وات ايفر يعني اللخبطه اللي حصلت في النهايه انا قادر خلاص دي الفانكشن الاساسيه بالنسبه لي. تمام. بعدل في الاستراكشر بتاعها وهيطبق على الكل، يعني مش هيحصل اي لخبطه في الموضوع يعني. تمام. بس فهتبقى هي دي كل الفكره بتاعت البيلدر. تمام. الموضوع بقى ابسط شويه، وبقى فيه قادر ان انا اتوسع اكتر زي ما انا عايز، والموضوع بقى ابسط. كمان في حاجه اسمها فلوينت بيلدر، ان انا بدل ما اجي هنا بعمل فويد، لا انا بعمل ان انا برجع ال HTML بيلدر. تمام. وهنا في الاخر بعمل return this، بحيث ان انا مثلا في الخطوه الاخيره هنا بدل ما انا كتبت add child add child لا احنا ممكن نشيل كلمه body دي ونشيل السيمي كولون من هنا، وكده ايه هيشتغل عادي، لان هو خلاص بقى الاد شايلد دي بترجع نفس الاوبجكت تاني، فانا قادر ان انا اضيف عليه على طول من غير ما انا احتاج ان انا اعيده من الاول او حاجه زي كده. تمام. هو دلوقتي هيرجع نفس الناتج. طبعا احنا ما غيرناش اي حاجه في الطباعه. طيب نعمل له كلين عشان مش عارف هو. تمام. هيرجع نفس الناتج بالظبط، عشان احنا بس ايه، احنا ما شفناش بس حته هو ليه بيعمل قفلتين هنا وليه قفلتين هنا. ولكن هتتظبط يعني. هو هنا بس حط قفله زياده وهنا حط قفله زياده مش اكتر. تمام. بس فهي دي عامه الفكره بتاعت البيلدر. وفي تفاصيل بعد كده عن فكره الفلونت بيلدر او الفلونت بشكل عام، ان انا او الكلاس او الفانكشن قصدي سوري ترجع نفس الاوبجكت تاني. فدي فيها تفاصيل ان شاء الله نتكلم عليها في الفيديو الجاي، علشان موضوعها فيه شويه تفاصيل اكتر في الانهيرتنس والليله دي. تمام. اتمنى تكونوا فهمتوا. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.